البيزنس شطارة ولا منظرة؟ لو فاكر إنك عشان تفتح بيزنس محتاج فكرة عبقرية أو مكتب في التجمع، خليني أقول لك المعلومة دي، خليني أقول لك إنك داخل على حيطة سد. البيزنس في لغة السوق مش منظرة ولا لوجو شيك. البيزنس هو القيمة اللي بتقدمها للسوق عشان يدفعوا فيها فلوس. اسأل نفسك، الحل بتاعي بيوفر وقت ولا بيوفر مجهود ولا بيزود دخل العميل؟ لو الإجابة لأ، يبقى ده مش بيزنس، دي هوية وأنت اللي بتصرف عليها. فصلي على النبي. تعالى أقول لك إزاي تقيس المشكلة دي وتبدأ مشروعك وتعرف المشكلة من غير ما تدفع ولا جنيه. بلاش تمشي ورا إحساسك، الإحساس في السوق بيودي ورا الشمس. وخليك فاكر دايما إن الداتا هي اللي بتتكلم. أول حاجة، شوف حجم السوق، تشوف كم واحد ممكن يشتري منك، وبعدين تشوف المنافسين بياخدوا قد إيه من السوق، وبعدين تشوف العميل بيصرف كام في المتوسط. كل الارقام دي بنجمعها ونحللها، ساعتها الارقام دي هتقول لك السوق فيه فرصه ولا السوق متشبع. طب عرفنا السوق، هنبيع ازاي؟ صلى على النبي، كمل معايا الفيديو. المبيعات هي الاكسجين بتاع اي بيزنس، ولو مفيش مبيعات فالبيزنس بيموت. هنا بيبدا دور السيلز والماركتنج، ولكن مش اي ماركتنج، ماركتنج مبني على داتا. يعني تبص على الارقام تعرف مين العميل الصح وامتى تكلمه وتبيع له ايه. الخلاصه، بيزنس من غير داتا زي مركب ماشيه في البحر من غير اي بوصله. فلو بتفتح مشروع وحابب تزود مبيعاتك، صلي على النبي واعمل لي فول.